السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وكويسين. النهاردة نعمل فيديو النهاردة جديد وسهل وبسيط جدا. ده كان غدانا النهاردة سهل جدا، ومخدش معانا وقت خالص ولا خد معانا مجهود ولا اي حاجة. يعني نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. قول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه النهاردة؟ معانا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعانا حزمة شبت وبقدونس، ومعانا بصلتين متقطعين مبشورين بشر كده، ومعانا فلفل حامي على بارد، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا بصلاية بدك قطعتها تقطيع. التوابل بتاعتنا بابريكا وقرفة وفلفل اسمر وملح وثوم بودرة. ماشي، هنبدأ كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونذكر ربنا كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندعي كده لموتانا بالرحمة. ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب، وانصر أهل فلسطين وانصر أهل غزة، ويا رب ايه النصر قريب ان شاء الله. هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل طبعا البصل، انا عصراه ونزلاه منه الميه بتاعته. البصل عصراه ونزلاه منه الميه بتاعته. وهنجيب التوابل هنحطها كده مع بعض كلها على اللحمه. نجيب الخضره نحطها بردك ايه معاه في الخلطه. هتعملي كفته ولا تعملي ايه، ولا تعملي عيش بلحمه، ولا تعملي ايه النهارده هعمل ايه كفتة كفتة، بس ايه زي كفتة داوود كده. عارفين كفتة داوود اللي هي بالصلصة، بس هعملها ايه بطريقة تانية حلو، يعني مش صعبة، كلها سهلة ايه بسيطة. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنقلبها تقليبة كويسة كده بقى ايه، ندخلها كلها في بعضها عشان تندمج كلها، والخلطة والخضرة وكله يندمج مع بعض. هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس قوي عشان ايه نظبط لها ملحها، تبقى كلها داخل فيها الملح وداخل فيها التوابل، ويكون الخضرة كلها ملياها، ما تكونش حتة فيها خضرة وملح وحتة تانية لا. اتأكد ان كلها اتظبطت مع بعض. ماشي، يعني طبعا ايه مية البصل بره، ومعانا بصلاية مقشراها بره وحطها بقى ايه مقطعاها تقطيع كده. هتعملي بيها ايه البصلاية دي هنشوف مع بعض. هنا كده ايه هعملها كور، مش هعملها صوابع، هعملها ايه كفتة كور. طبعا التكوير في الكفتة ده سهل جدا، مش هياخد معانا وقت خالص. هنسيبها كده بقى ايه تتبل مع بعضها وتتظبط، وارش عليها رشة دقيق عشان تبقى ايه ماسكة نفسها معايا كده، متبقاش ملزقة ما تفكش مني. رشة دقيق كده، تعفير الدقيق كده بالمعلقة. وهنجيب طاسة نحطها على النار عشان نسخنها، ونحط عليها ايه حبة زيت حلوين او سمنة او زبدة اللي انت عندك اعملي بيه، زي ما انت شايفة كده، وسهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ماشي، هنمسك معلقة سمنة حلوة كده ايه، مش عايزين نكتر في السمنة عشان خاطر طبعا اللحمة فيها دهون وبتسيح وبتنزل بردك. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هننزل بقى الايه الكفتة بعد ما عفرتها بالدقيق، اديها تشويحة كده ايه على النار تمسك نفسها معايا. ماشي، هنفض طبعا الدقيق عشان ما يعملش سواد معايا في الطاسة ولا يتحرق مني على النار. انا بنفضها وبنزلها. ماشي، لحد هنا سهل جدا. عفرنا الدقيق بالكفتة. وهتعملي ايه تاني كده يا ام كريم او يا شيماء؟ هتعملي ايه؟ هنعمله ايه هنقلبها على بعضها لحد ما كلها تتحمر. هتنزلي بقى الوصفة على بعض ازاي هنشوف مع بعض واحدة واحدة. وما تجريش الفيديو ودوسي لايك وما تبخليش عليا باللايك، ونعمله ايه مع بعض احلى ايه كفتة بتسبيكة وطريقة جديدة وجميلة. يعني ايه تغيير، مش كلها كفتة كده في الفرن وارمي في الفرن وخلاص. دي كفتة طعمها جميل جدا، حتى عجبت الأولاد وطلبوها مني ان انا اعملها كل شوية. ماشي، دوسي بقى لايك حلو، اعملي كومنت جميل. ودينا ايه بنشوح في الكفتة بتاعتنا بعد ما عفرناها بتعفير الدقيق. ماشي، انا هشيلها بقى من على النار عشان نحط بقية الوصفة بتاعتنا. بس اتأكد ان هي كلها ايه اتشوحت معانا، ما بقاش فيها حتة ايه حمرا كده ولا كده. هنشيلها بالمصفى عشان نصفيها من الزيت بتاعها او السمنة. طبعا الخضرة ماسكة فيها، ولو نزلت حاجات كده في الطاسة مش مشكلة،
مش كل ده هنعمل فيها تاني، مش هنعمل اي حاجة. هنزل بقى البصل اللي احنا قطعناه مكعبات. في بصل احنا بشرناه حطيناه على اللحمة، ده بصل مكعبات. هنقلب تقليبة كويسة عشان نعمل بقى نعمل لها صوص جميل جدا جدا جدا. وطعم الصوص ده بصي روعة روعة، يعني طعمه من كتر جماله يعني ما شاء الله عليها. الطاسة ما عادتش، كله على النار، يعني مفيش حاجة في الفرن معاكي ولا تاخدي وقت ولا مجهود. هننزل بس ندبل البصلاية، وهننزل عليها حبة الفلفل زي ما انت شايفة، ندبلهم بس. مش عايزين طبعا الفلفل يدوب خالص، عايزين الفلفل تبقى حي كده ومصحصح معانا، يبقى طعمه موجود. زي ما انت شايفة كده على النار هادية، وقلبي براحتك. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنجيب بقى طماطم مبشورة، 3 طماطميات بشرتهم عشان نعمل بقى احلى صوص بقى تشوف حياتك. دي مية البصل ما ترميهاش، مية البصل ما ترميهاش. نحط ملحنا بقى، فلفل اسمر، ما تحطيش شطة عشان خاطر حاطين فلفل حامي. عندك شطة تحطي، زودي الحامي زودي. وننزل بقى الكفتة كده تاخد تسبيكة بقى حلوة مع الطماطم والبصل والفلفل. لو عندك كمان بقى شوية زيتون مخلي فيرجع على الجمال. بص التسبيكة، وهيك طبعا بقى احلى تسبيكة. عملت جنبها مكرونة بالصلصة بالطماطم، جميلة جميلة جميلة. عايزة شوية رز ابيض اعملي، عندك رز بشعرية حطي. بس انا كنت عاملة جنبها مكرونة بالصلصة، طريقتها جميلة وكانت بصي كانت تحفة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الحاجة وتعمليها بنفسك كده، وتعمليها تطلع كده جميلة معاكي، وبسم الله ما شاء الله. ننزلها في الطبق. هنجيب بس معلقة كبيرة شوية عشان طاسة تقيلة وسخنة على ايدي. طاسة التيفال اللي هي التيفال الاصلي القديم قوي ده بقى، اللي هو مش بيطلع اليومين دول، اللي هو الحاجات الخايبة اللي بتبوظ بسرعة دي. نحط بقى شايفين الجمال، شايفين الصوص اللي نازل منها، تسبيكة البصلاية مع الطماطماية مع الفلفل الحامي، وطبعا الكزبرة والشبت عاملين ريحة بقى ما اقولكمش عاملة ازاي. جربيها انتي بنفسك واحكمي وشوفي، لو عجبتك تعملي لي كومنت وقولي عجبتني. لو طريقة حلوة معاكي دوسي لايك جميل كده، اعملي متابعة. وانتي على اليوتيوب اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس، اهم حاجة في الاتنين عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. بسم الله ما شاء الله. بصي جميلة جميلة جميلة، ريحة الخضرة اللي جوه اللحمة مطلعة ريحة خرافة خرافة، يعني خرافة يعني. بصي جميلة جميلة جميلة. هنحط لها بس شوية كزبرة كده تحلي وشها كده من على الوش كده، كزبرة كده على الوش وبقدونس. وطبعا المكرونة طبعا جنبها ده اساسي. هي مكرونة بقى جنبها تعملي رز شعرية، رز ابيض، رز حبة وحبة اللي يريحك. شوية بقى بقدونس الجمال. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ده دعاء تعمليه تقوليه لما تكوني حاجة عاملاها في الاكل بالذات، تقولي اللهم بارك. شايفين كده الطبق خلاص كنت خلصته. لو عجبك الفيديو دوسي لايك واعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. لو انت على الفيس اعملي متابعة، لو انت على اليوتيوب اعملي اشتراك. اشوفك على خير في فيديو جديد. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم بقى تستمتعوا بالمنظر الجميل ده والحلاوة دي. عايزة تشيلي بقى الكزبرة شيليها، بس اهم حاجة كل ده بيدي طعم جميل 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 في اللحم. وطبق المكرونة اللي هتدوب معاكي دوب كده، دي مكرونة بالطماطم مش بالصلصة. ماشي، اشوفكم في رعاية الله، اسيبكم في رعاية الله.